بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين قبل أن نلقاه وبعد أن نلقاه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. أيها الحضور الكرام، أتوجه إليكم وإلى كل أبناء شعبنا العظيم في كل مكان في العالم بأخلص التحيات في هذا اليوم من شهر رمضان المعظم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كما نلتقي في هذه الساعة وفي هذا اليوم الذي يصادف أول يوم من العشر الأواخر من هذا الشهر العظيم للاحتفال مع أبناء شعبنا بالذكرى 69 لأعلان استقلال وطننا العزيز، فنهنئ أنفسنا بهذا الاستقلال ونحن نحيي هذه الذكرى مستحضرين نضالات شعبنا من أجل الحرية والانعتاق والعزة والكرامة. والاستقلال الحقيقي ليس فقط معاهدة تبرم أو بروتوكولا يوقع أو يوما يحتفل بذكراه عاما إثر عام، بل إن الاستقلال الحقيقي هو أن تكون سيدا كامل السيادة في وطنك، مالكا لإرادتك، لا ينازعك في ملكك أحد، تكون حرا في جميع اختياراتك التي تنبع من إرادة الشعب صاحب السيادة ومحددا لمصيرك بنفسك. قد يبدو من باب التزيد التذكير ببعض الحوادث الخالدة التي شهدها تاريخ بلادنا، فهي عديدة لا يكاد يحدها إحصاء، ولكن الواجب الوطني المقدس يقتضي ذكرها، وليست من قبيل التزيد على الإطلاق، يقتضي التذكير بها وذكرها حتى لا يتم تغييبها أو تحريفها أو طمسها. فمقاومة الاستعمار البغيض بدأت في الشمال الغربي حتى قبل اليوم المشؤوم يوم 12 من شهر ماي من سنة 81 و800 وألف، وقد اجتمع في تلك الفترة عدد غير قليل من المواطنين بالشمال الغربي لصد جنود الاحتلال، قبل أن يلتقي زعماء القبائل بمدينة القيروان لتنظيم المقاومة المسلحة ضد قوى الاستعمار. وتتالت إثر ذلك المعارك في كل مكان حتى تم دحر الاستعمار، وحتى تم توقيع اتفاقيات أو بروتوكول الاستقلال. أن دماء شهدائنا الأبرار من أجل الاستقلال والانعتاق والحرية أمانة في أعناقنا، ويجب أن تبقى أمانة
في أعناق الأجيال القادمة. كما أن دماء شهداء ثورة 17 من شهر ديسمبر من سنة 10 و2000 أمانة في عنق كل وطني آل على نفسه أن يبقى حرا مكرما عزيزا في وطنه. ولنتذكر لا الأيام الخالدة فقط المتعلقة بمقاومة قوات الاحتلال، لنتذكر بعض الأيام وبعض الأحداث التي حصلت إثر 17 من شهر ديسمبر من سنة 10 و2000. لنتذكر الدماء التي سالت وكيف وضعت تحت قبة البرلمان في باردو عديد الأحكام بناء على إملاءات من الخارج وخدمة لشبكات المفسدين والمجرمين، هذا إلى جانب العمليات الإرهابية التي استهدفت قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية والديوانة والمدنيين العزل الأبرياء. وجاء والحمد لله تعالى يوم 25 من شهر جويلية من سنة 21 و2000، وكان القرار اتخذته لوحدي دون أن يعلم أحد بذلك. جاء هذا اليوم لتصحيح المسار، بل لإنقاذ الوطن ولإنقاذ الدولة ولإنقاذ الشعب. كان هذا القرار تلبية لنداء الواجب الوطني، وتونس كما تعلمون يومئذ كانت تعيش في ظل جائحة الكوفيد وفي ظل الإرهاب، بل كانت هناك متاجرة بالذين ماتوا نتيجة لهذه الجائحة وتم توظيفها سياسيا. فحتى الموتى الذين قضوا نتيجة لهذه الجائحة لم يستموا من المتاجرة بأرواحهم. والحمد لله تعالى أن تم احترام كل المواعيد التي تم تحديدها. تم تنظيم الاستفتاء إثر استشارة وطنية وإثر حوار وطني تمت الدعوة إليه، وكان حوارا وطنيا بين من قبل المشاركة فيه وبين من كان وراء الستار يرتب لأوضاع جديدة. وفي كل الأحوال تم تنظيم الاستفتاء وتم تنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، ثم تم تنظيم انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، كما تم تنظيم الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد لها. كانت الضغوطات شديدة ومن مصادر متعددة في الداخل وفي الخارج، ولكن الإرادة في مواصلة معركة التحرير الوطني كانت أشد وأقوى، وتم التعاطي مع كل الأحداث بكثير من التأني وبكثير من الصبر
وبكثير من الألم. وكان الهاجس الأول هو الحفاظ على السلم الاجتماعي الذي تتهدده ولا زالت تتهدده مخاطر شتى، كما كان الهاجس ولا يزال هو الحفاظ على وحدة الدولة ومحاربة وفق القانون المفسدين. ولولا الوعي العميق للشعب التونسي ومعرفته بكل التفاصيل وأدقها، إلى جانب يقظة القوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية والمسؤولين الوطنيين الأحرار، لما تحقق ما قد تحقق. لقد كان الإرث ثقيلا، وكان الظلام حالكا في ظل ما تراكمه عبر عقود من فساد وتشتيت وتخريب، وفي ظل حرب استنزاف ما زالت بعض جيوب الردة تحاول يائسة أن تواصلها. دعت بعض الجهات المفضوحة المأجورة إلى حوار وطني، أفلا توجد وظيفة تشريعية بمجلسيها تم انتخاب أعضائهما من قبل الشعب؟ وما هي المواضيع التي يريدون الحوار حولها؟ فشلت تلك الدعوة، وتعرفون مأتاها وتعرفون أهدافها ودواعيها، لأن الشعب ألقى بمن بادر بها في مزبلة التاريخ. ثم تتالت جملة من الحوادث قبل حلول شهر رمضان المبارك في عدد من الجهات والقطاعات. أسبوع للانتحارات بإذرام النار في عدد من جهات الجمهورية، وتذكرون صورة أحدهم ولم يكن مرتبكا على الإطلاق، بل أضرم النار في جسده تحت عدسة أحد من قام بتوثيق عملية الانتحار. أسبوع آخر لحالات تسمم، قطع للطرقات مرة في هذه الجهة ومرة في تلك، غياب مفاجئ في بعض المناطق أو الأحياء لعدد من البضائع والسلع، رشق بالحجارة إثر الإفطار في نفس التوقيت تقريبا كل يوم على الساعة 9:15 كما كان الشأن في وقت من الأوقات، تذكرون ذلك في سنتي 11 و2000 وفي سنة 12 و2000، حينما كانت تطلق الشماريخ في نفس التوقيت في كامل مناطق الجمهورية على الساعة 11 مساء. ثم في نفس التوقيت اجتماع في إحدى العواصم الغربية لعدد من الأشخاص لم يأبه به أحد،
كل هذا تزامنه مع بداية محاكمة المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة، والصورة لا تحتاج إلى توضيح. وخصماء الدهر بالأمس القريب صاروا حلفاء وإخوانا. العدو الذي كان في الظاهر لدودا صار لعدوه الذي لم يكن عدوه، صار له اليوم خليلا ودودا. لعل اتفاقهم كاتفاق من زعمت في حروب الردة مع من ادعى بدوره أنه نبي، والاتفاق موضوعه على أن يكون في تلك الفترة نصف قريش للتي ادعت النبوة، والنصف الآخر لمن قبله بالزواج بها. هذا إلى جانب العصابات الإجرامية التي تعمل في عديد المرافق العمومية عن طريق وكلاء لها. آن الأوان للعبور، وآن الأوان لتحميل أي مسؤول المسؤولية كاملة مهما كان موقعه ومهما كانت طبيعة تواطؤه أو تقصيره. يكفي من هذا التخلل، ويكفي من عدم تحمل المسؤولية، ويكفي من التنكيل بالمواطنين لإسداء أبسط الخدمات لهم. حتى بالنسبة إلى الكتاب العامين للبلديات، تدخلت يوم أول أمس لأدعو أحدهم للقيام بعمله، وكان من المفترض أن يقوم به لأن ذلك يدخل في إطار وظائفه. هذه جملة من الأحداث التي حصلت قبل أيام قليلة من حلول هذا الشهر المعظم، ولكن لا زالوا يهيئون أنفسهم للقيام بجرائم أخرى في حق الشعب التونسي، ولا بد من إنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة. أيها الحضور الكرام، يا أبناء شعبنا العظيم في كل مكان، لقد أظهرت جماهير شعبنا الثائرة وعيا مبهرا غير مسبوق. وتذكرون في شهر جانفي من سنة 11 و2000 كيف توجهت الجماهير الثائرة في تلك الأيام الخالدة التي تلت يوم 14 من شهر جانفي من سنة 11 و2000 للاعتصام بالقصبة بالعاصمة، لأنها كانت واعية كل الوعي بأن امتدادات اللوبيات والكرتلات تجد في قصر الحكومة من يخدمها ويحميها. لا مجال للشك في أن هناك في القصبة وفي سائر الوزارات الأخرى وفي سائر المؤسسات والمنشآت العمومية الأخرى وطنيون أحرار مخلصون، ودفعوا الثمن غاليا نتيجة لإخلاصهم ولعطائهم ولتفانيهم.
ودفعوا، وهناك من يدفع إلى اليوم غاليا، ويكفي مثل هذا الوضع. دفعوا ثمن وطنيتهم وإخلاصهم ووفائهم لهذا الوطن العزيز بالإبعاد من أي مركز من مراكز القرار. وفي يوم 15 من جانفي من سنة 11 و2000 يذكر الجميع وما بالعهد من قدم كيف اجتمع من اجتمع بالقصبة، من كان ظاهرا للعيان ومن كان مختفيا في أروقة الوزارة الأولى يومئذ، ومن سارع بالقدوم إلى تونس مبعوثا من الخارج. وقيل يومئذ هي حكومة وحدة وطنية، تلتها ثانية وصفت بدورها وطنية، وجاءت إثرها ثالثة لم تكن مشفوعة بنفس الوصف، ولكنها كانت امتدادا لسابقتيها. وكان جماهير الشعب الثائر المدركة للحقائق كلها عالمة بالتفاصيل جميعها طالبت بإسقاط النظام. واليوم كما بالأمس غير البعيد لما لم يجدوا إلى رئاسة الدولة طريقا أو منفذا، حولت اللوبيات وحول أعوانها وجهتهم إلى القصبة حتى تكون لهم مربعا ومرتعا، متناسين أن الحكومة أو الوزارة الأولى أو كتابة الدولة للرئاسة كما كانت تسمى مهمتها هي مساعدة رئيس الدولة على القيام بوظيفته التنفيذية. البعض أصيب بداء عضال لا بد من وضع حد له، وهو دستور سنة 14 و2000. هذا الدستور الذي وضعت بعض فصوله من قبل من فروا إلى الخارج، ووضعت بعض فصوله من عدد من الأجانب الذين كانوا يرتعون يومئذ داخل البرلمان. والبعض الآخر اليوم لو وضعت صورته على آلة ناسخة لخرجت منسوخة صورة من كان قبله في ظل دستور سنة 14 و2000. قال جل من قائل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال: قدست أسماؤه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ليس هذا الاجتماع مجالا لتعداد ما حصل، فالمقام هو مقام دولة، ولكن الذي حصل
أمر غير مقبول على أي مقياس من المقاييس، بالرغم من التلميح والتذكير والتحذير. والتاريخ لا خير فيه على الإطلاق إن كان سيعيد نفسه، أو إن كانت تقلب صحف التاريخ إلى الوراء. لا خير فيه أن لم يستطع للناس وعظا ولا إصلاحا. عاهدت الله وعاهدت الشعب على أداء الأمانة وعلى الوفاء بالعهد، وأن أحفظ وطني من كل شر ومكروه. العهد عهدنا والأرض أرضنا، وسنواصل على بركة الله في تحمل هذه الأمانة. سنواصل في معركة التحرير حتى نطهر البلاد من كل المفسدين، وحتى يعم العدل كل المواطنين، وحتى نحقق الأهداف التي استشهد من أجلها المئات من أبناء شعبنا التونسي. عهد قطعناه مع الله تعالى ومع الشعب، وسنواصل إحباط كل المؤامرات والمناورات حتى نبقى أعزاء، وحتى ترفع الراية التونسية عالية. ولن نفرط أبدا في ذرة واحدة من تراب هذا الوطن العزيز. فأما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.